راح احكي لكم بالتفصيل مواعيد مباراة المنتخب العراقي ويا من وضد من وبيش الساعة. بس قبل لا ابدي اتمنى تشترك بالقناة وتفعل الجرس واضغط لايك، ويلا تعالوا وياي خلينا نشوف مواعيد مباراة العراق. الكل يتساءل ويقول انه المنتخب العراقي يلعب شهر الثالث تصفيات كأس العالم ويتأخر. انا راح اقول لك لا حبيبي، العراق عنده اول مباراة يوم 22/12 ويا المنتخب اليمني بالكويت الساعة ب5:30، والمباراة الثانية يوم 25/12 مع البحرين الساعة ب8:30، والمباراة الثالثة الحاسمة ونشوف منو يصعد النصف نهائي كأس الخليج العراق والسعودية الساعة ب5:30. هاي مباراة المنتخب الوطني بكأس الخليج راح تعطي فرصة المن لما لعبوا بتصفيات كأس العالم، وراح تعطي فرصة ايضا المن للاعب محمد قاسم وقوقية، لان وصل لي خبر انه محمد قاسم وقوقية راح يشاركون بكأس الخليج ويا المنتخب الوطني، وهذا الشيء اللي يفرحنا وكنا منتظرينه من زمان، لان محمد قاسم وقوقية هم افضل لاعب بالعراق. وثانيا المنتخب العراقي يستعد بهاي العناصر ويحاول يسحب لاعبين المنتخب الوطني ويشاركون بتصفيات كأس العالم من خلال بطولة كأس الخليج، وكاساس خبره ويفتهم ويشوف من اللاعب اللي يستفاد من عنده بكأس الخليج على مود سحبه النهايات كأس العالم. وتصفيات كأس العالم المنتخب العراقي الى 4 لعبات قادمة، اذا يقدر ويسيطر ويحاول يفوز 3 مباريات ويتعادل بوحده، هاي اكبر فخر للمنتخب الوطني العراقي، هنا يضمن تأهله الى نهاية كأس العالم.